السلام عليكم. هذا كتاب تفسير الكاشف مال محمد جواد مغنية. طبعا هالكتاب هذا تألف تقريبا عام 76، راعية مات عام 79. يتحكى مني عن تفسير آية قرآنية، وبعدين يروح من أين جاءت الحياة، صفحة 231، المجلد الثالث. يقول هذا الشاهد، يقول قال أينشتاين إن بصيرتنا الدينية هي المنبع الموجه لبصيرتنا العلمية. علق الأستاذ: هذا الاعتراف ولا شك كسب للدين، فما من أحد فيما مضى أي منذ قرن من الزمان يتصور العلماء يغلون عن الدين مثل هذا القول. الشيخ محمد جواد مغنية يقول بأن السر الوحيد اعتراف علماء القرن العشرين من أمثال أينشتاين بأن البصيرة الدينية هي الأصل والمنبع البصيرة العلمية. أن السر لهذا الاعتراف هو تقدم العلم في هذا القرن وتأخره فيما مضى، وكل ما تقدم العلم اكتسب الدين أنصارا من أمثال أينشتاين يعترفون بعظمته ويؤمنون بأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. العجيب لو كان عايش محمد جواد مغنية ويعرف أنه مثل ما انكشف الآن أن أينشتاين طلع مسلم شيعي يكتم إيمانه.